يقول كم في عجوز عندها بنيات 3 بنيات ولا لهم راتب إلا ما يصرف لها من الضمان الاجتماعي. يقول جاءت العجوز المسكينة وصرفت رواتبها، يقول هو جاهز، يقول ما حد يدفع. يا خالة يا خالة وين تبين؟ قالت أبي بيتي وبنياتي. قال اركبي. يقول سبحان الله ويركبها وينطلق بها للبر. تعدى الديرة، يا ولدي يا ولدي بتأخر عن بنياتي. قال ولا كلمة. يقول المهم وصل بها إلى مكان غير عابر، يعني مو على طريق ولا شيء. قال حولي. المسكينة وين أحول؟ قال حولي وعيت. فتح الباب وأعوذ بالله لو يدها، اي والله لو يدها بالقوة لين طاحت المسكينة على وجهها من السيارة. فتشها لقى الفلوس معها، اي والله خذ فلوسها. جاه الشيطان قال الحين بيمرها ناس بياخذونها وهي عارفتني وبتعلم علي، مال الا اقضي عليها. المهم شافت الشر في عيونه، طالعت الشر في عيونه. قالت يا وليدي وش تبي؟ قال وش ابي انهي حياتك. قالت اصبر يا وليدي، انا عارف اني ميتة لكن خلي اصلي لله ركعتين، اختم حياتي بهالركعتين. قال صلي 2 ولا 20. المهم قامت المرأة طقت التيمم وكبرت. المهم لا اله الا الله. لما سجدت قال هذه فرصة. يروح يدور كالمجنون، يبي صخرة كبيرة، يبي يرضخ راسها. والله يا اخواني يقول وهي ساجدة وتدعو الله عز وجل فجأة فإذا صرخة عظيمة لج منها الوادي، صرخة ثم طفى. لا اله الا الله. المهم سلمت فإذا الرجل يزبد ثم مات مباشرة. ايش اللي حصل؟ الحصل سبحان الله ان هذه الصخرة اللي شالها تحتها الصل الأسود، انه معروف هذا على طول ما يحيي، لدغه موت على طول. سبحان الله لما دخل يده على طول عضه وسرى سمه في جسمه وانتفخ مباشرة. المسكينة وين تروح؟ قامت تمشي كذا على غير هدى. سبحان الله فإذا رجل بدوي وأولاده جاي من البر جايبين حشيش غنم. المهم شافوا السوادة، قال الولد وشاوشة يحسبونها شيء ميت لا إله إلا الله. فإذا من شدة العياء والتعب طايحة على وجهها. سبحان الله العظيم. خذوها امسحوا وجهها وغسلها وكان معهم تمر ومويه ومرسوا مريسة وقطروا في حلقها. المولين انتعشت. يوم انتعشت يا خالة وش عندك؟ قالت ولا كلمة، ودوني الأقرب مركز للشرطة بس جزاكم الله خير، إذا بتسوون في خير ودوني. خذها ودوها سبحان الله ودخلت على الشرطة وكلمت مدير الشرطة علمتهم. قال تدلين؟ قالت اي والله بدل. ركبوا معها وجاوها وودتهم نفس المكان. يقولوا يوم جاوه فإذا هو أسود قد انقلب جسمه إلى سواد والعياذ بالله.